قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا الحكمة من قول الله عز وجل قل هو الله أحد ولم يقل واحد كما جاءت في قوله وإلهكم إله واحد، إنما أعطت معنى زائدا على الواحدية، أنك قد تجد من يقول أنا أؤمن بإله واحد، ولكن هذا الواحد يتجزأ، هذا الواحد يتبعض، هذا الواحد يتركب، هذا الواحد يقسم، هذا الواحد يكون أقانيم، يكون أشخاصا، يكون صفات يتعارض بعضها مع بعض، صفة تقتل وصفة تقتل، صفة تظلم وصفة تظلم، فالأب صفة والابن صفة، فيصبح الأب ظالما والابن مظلوما، والأب قاتلا والابن مقتولا. ولماذا قتل الأب الابن؟ لإرضاء الأب، وفي الأخير واحد. فيقول الله قل هو الله أحد، مش واحد بس، وإن كان واحدا فإنه لا يتجزأ لأنه أحد. بيقولوا الواحد هذا الإصبع واحد لكنه مركب، ففيه 3 عقل وفي الأخير واحد. لكن هذا الإصبع يصح عليه لفظ الواحد ولا يصح عليه لفظ الأحد. لماذا؟ هو واحد وليس أحدا لأنه مركب، وهو واحد مخلوق، أنا واحد وأنت واحد وأنت واحد. لكن الواحد الأحد هو الفرد الصمد. الأحدية تتنافى مع التركيب، مع التبعيض، مع التجزئة، لا يمشي مع التوحيد باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. وإن مشيت مع إله واحد ما تمشيش مع قل هو الله أحد. عشان تفهم سورة الإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أحد فهو لا يتركب من أشخاص، أحد لا يتركب من أقانيم، أحد لا يتركب من أجزاء، أحد يعني فرد صمد. فهو لا يكون مجزأ ولا يكون مثلثا
ولا يقال فيه هو كالمثلث 3 أضلاع وهو شيء واحد، والإصبع 3 عقل وهو إصبع واحد، والشمس لها جرم ولها نور ولها حرارة وهي شيء واحد. لا، هو أحد، فما ضرب به المثل مخلوق. أما الله فهو خالق، والخالق أحد لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لأنه لم يكن له كفوا أحد. وبالمناسبة الإصبع ده واحد وفيه 3 عقل، لكن زي ما فيه 3 عقل في ظفر، فنعد بعد 3 ناخد الظفر يبقوا 4، وفي جلد يبقوا 5، وفي لحم يبقوا 6، وفي عظم يبقوا 7، وفي عروق مش عارف عددها بس خليهم 8، وفي أنسجة، وفي خلايا، وفي كرة دم بيضاء وكرة دم حمراء. الإصبع ده يعد بالمليارات، فمش 3 في 1. حاجة تانية، الإصبع هذا ممكن إصبع تاني يعوره، لكن هو يعور نفسه مش ممكن. إنما الصباع الثاني أو الإيد الثانية تعوره يبقى فيه مغايرة. إنما الحاجة نفسها، الإصبع ده ما يضربش نفسه، أنت ما تعرفش تلمز لنفسك. أنا عمر لي صفات، لما أكون مجند في الجيش بلبس البدلة الكاكي ويبقى اسمي عمر العسكري، ولما أروح الكلية والبس الزي الأزهري بقيت عمر الأزهري. وكذا كنت أنا في الجيش بلبس البدلة واروح الجيش، عندي دراسات عليا أيام الجيش أطلع ألبس الزي الأزهري واروح الكلية. فيها مشكلة؟ لا، دي صفة ودي صفة. لكن سمع هوس زي ما بيقولوا، ايه مش عمر العسكري ماله؟ هرب من الجيش وبعدين طلع لقى عمر الأزهري بيخطب على المنبر، راح عمر العسكري قتل عمر الأزهري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ممكن عمر العسكري يقتل عمر الأزهري؟ دي صفة وصفة. الصفة ما تبقاش شخص والشخص يتعارض مع شخص آخر، ويبقى في واحد أب والتاني ابن، وواحد قاتل والتاني مقتول، واحد ظالم والتاني مظلوم. طب والظالم ظالم ليه والمظلوم مظلوم ليه؟ وعشان ايه الاب قتل الابن؟ قال عشان يرضي الاب
عشان كده الخلاصة أن الله قتل الله لإرضاء الله. ده يبقى اسمه توحيد